حياكم الله من جديد في اكشن يا دوري على ام بي سي اكشن واذاعه ام بي سي اف ام. خلينا نشوف هذا الموجز السريع لاهم الاخبار الرياضيه. رسميا تم اليوم تمديد إعارة لاعب الاتفاق علي الزبيدي إلى النادي الأهلي حتى نهاية الموسم، بعد أن وافقت إدارة نادي الاتفاق على عرض النادي الأهلي بطلب تمديد إعارة الزبيدي حتى نهاية الموسم. أنهى نادي أم صلال إجراءات التعاقد مع المهاجم البرازيلي فيكتور سيموس لمدة موسم ونصف الموسم قادما من صفوف الأهلي السعودي، وكان فيكتور سيموس أحد نجوم فريق الأهلي السعودي حيث انضم له في عام 2010 وخاض معه العديد من المواجهات المحلية والقارية، وسجل فيكتور أكثر من 100 هدف في مسيرته مع النادي السعودي. شارك عصر اليوم مهاجم نادي الاتحاد سلمان الصبياني في التدريبات الجماعية لفريقه الاتحاد بعد شفائه من إصابة الركبة التي غيبته في ال3 أسابيع الماضية. أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قائمة بالمواد والوسائل المحظورة رياضيا للعام 2014 ميلاديا والمعتمدة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من الأول من يناير لعام 2014 حتى 31 من شهر ديسمبر لعام 2014. اليوم اعلن عن تعاقد اللاعب فيكتور سيموس نجم الاهلي السعودي السابق مع نادي ام صلال القطري، ومعنا الاستاذ احمد المزيني وكيل اللاعب فيكتور سيموس. مساء الخير اخوي احمد. الله يحييك، مساء النور يا استاذ وليد. الله يحييك. اللاعب وين فيكتور وش رسى؟ والله فيكتور الان في الدوحه يجري اجراءات الكشوفات الطبيه. مع اي نادي؟ اظن ذكرتوه قبل شوي. معلش يعني تيجي من عندك احلى. طيب ام صلال ان شاء الله ان شاء الله. لسه الموضوع ما انتهى يعني. والله اجراءات الفحوصات الطبيه شيء مهم جدا في هذا الموضوع. بس اللاعب انا عندي معلومات ان كان في انديه سعوديه يبغونه. نعم. وايش اللي خلاه يختار قطر وما يكمل في نفس الدوري اللي هو يلعب فيه؟ والله شوف، اللاعب المحترف دائما يبحث يعني عن المبلغ المادي صراحه، بالذات اللاعبين البرازيليين. وكذلك يعني النادي القطري ابدى اهتمام كبير، والانديه السعوديه يعني لم تتحرك كثيرا في هذا الموضوع. بس في يعني احتمال اخر قيل لي انه ربما اللاعب مشروط عليه انه ما يلعب في السعوديه، ابغاك تاكد لي او تنفي هذا الكلام. لا ما اظن مشروط، يعني في عقده لا يوجد هذا الشرط باذن الله. ولا شفوي؟ شفوي من فيكتور يعني؟ لا من الاهلي. هل الاهلي طلب؟ انا المعلومه اللي عندي تقول ان الاهلي طلب من اللاعب ان يذهب خارج المملكه ولا يلعب في المملكه، هل هذا صحيح او غير صحيح؟ نبغى الحقيقه. والله انا ما عندي علم يعني، ما اظن يعني اداره الاهلي تعمل هذا الاجراء، ما اظن. طيب احنا عشان كذا سالناك نبغى نوضح الامور. اللاعب فيكتور ايش تقييمك للي حصل له في الفتره الماضيه؟ معلش اعيد السؤال استاذ علي. فيكتور كيف مرت عليه الايام الماضيه؟ انت وكيله استاذ. لا مرت عليه كاي لاعب محترف يتعرض لابعاد من النادي، ولكن هذه امور اللاعبين المحترفين دائما. يعني الحقيقه انه فيكتور مقتنع جدا بالطريقه اللي عمل بها، فيقول يعني انا كلاعب محترف دائما اتعرض لهذه الامور. يعني هذه فيكتور انا عجبتني فيه، يعني رجل مهيئ نفسه لاسوء الامور. هل تكلم معاك يشعر بانه ظلم؟ هل يشعر انه لم يمنح فرصه؟ هل يشعر في خلاف مع المدرب؟ لا الحقيقه هو دائما يذكر اداره النادي الاهلي. لا المدرب، لا اتكلم المدرب عفوا، ما قلت انا المدرب. بس انت في بالك كان الاداره. تفضل. لا المدرب، شوف المدرب قال كابتن فيكتور ان المدرب وجهه نظره. انا واثق من قدراتي، ولكن من الممكن ان المدرب لا يحتاجني في هذا الفريق. تابعت حواره مع اكشن؟ نعم تابعته. وش تعليقك على الكلام اللي قاله؟ والله الكلام هذا يعني تعرف عندما يتعرض اللاعب لضغوطات نفسيه قد تظهر منه بعض الكلمات، ولكن الحقيقه التي رايتها على الطبيعه بتعاملي معه يعني الرجل متقبل جميع القرارات الصادره من النادي الاهلي بصدر رحب. هل حصل بينه وبين اي احد في الاهلي حوار جلسه بعد خروجه من النادي؟
ما اظن يعني جلساته، لكن الاستاذ فهد برباح مدير الاحتراف متواصل معه ومتواصل معايا ومتواصل مع نادي ام الصلال. الثلاث الحلقات هذه متواصله في الايام الماضيه الى ان تمت الامور على خير. طيب الان فيكتور، الان في الطريق الى ام صلال القطري، هل هناك ما يمنع ان يعود الى السعوديه في بنهايه الموسم؟ على حسب عقده مع نادي ام صلال، اذا كان يرى ام صلال يعني انه لا فائده من اللاعب، من الممكن يعني هذا لاعب محترف وهذا نادي يرغب في الكسب، ولكن هل يعود او لا يعود علمه عند الله سبحانه طيب وتعالى. الانتقال اللي بين الاهلي وام صلال، هل هو بمده بقيه المده اللي في العقد؟ نعم. كم مده العقد المتبقيه؟ 18 شهرا. طيب شكرا لك استاذ احمد المزيني. طيب انا اسولف عن الناس، معلش نطلع فاصل، المخرج يقول لي لازم تطلع فاصل، نطلع فاصل معلش اخر فاصل. انا ضحيه الفواصل. اي والله. في عنصر ناقص اليوم،